أنا بقالي كتير قوي لابسة نضارة من وأنا تقريبا في ابتدائي، وأنا كنت لابسة نضارة وأنا في كلية صيدلة كده الميكروسكوب وكده، فالنضارة بتضايقني. أنا اسمي منى شريف. أنا بقالي كتير قوي لابسة نضارة دلوقتي في الجامعة. من وأنا تقريبا في ابتدائي وأنا كنت لابسة نضارة. نظري قعد يقل لغاية ما عدتش بشوف من غيرها خالص. وأنا في كلية صيدلة فبرضه بيبقى في حاجات الميكروسكوب وكده، فالنضارة بتضايقني. كان في دماغي موضوع الليزك من زمان، وجيت عند الدكتور هشام. وهو دكتور شرح لي ايه الانواع من الليزك اللي ممكن تنفع معايا على حسب الكورنيال ثيكنس بتاعي. انا اخترت الفيمتو ليزك وعملت الفيمتو ليزك، والحقيقه ان انا مرتاحة جدا. ان النتيجة كانت مرضية جدا بالنسبة لي بعد العملية. يعني العملية الحمد لله كانت سهلة جدا، وبعد ما خلصت مفيش يعني هو يعني تقريبا نفس يوم العملية بالليل الحرقان بدأ يخف وكان كله تمام، والنظر بدأ يرجع لي، والحمد لله مش محتاجة النضارة دلوقتي. 5 يعني مفيش 10 دقايق تقريبا، بكل يعني معظمها بتكون أصلا في التحضير، لكن كالجهازات والجهاز بيشتغل قد إيه مش كتير خالص. هو مفيش يعني الجهاز الأول بس بنحس الضغط على العين بسيطة، بس ما بتكون يعني مش ألم. والجهاز التاني مفيش برضه، هو بيبقى حاجة بسيطة جدا، بس هو الليزر بيحرق الضغط وخلاص. لا الحمد لله اتحسن كتير، يعني كل ما ده بيتحسن أكتر الحمد لله. لا ده مش حقيقي. يعني الدكاترة كلها بتقول لازم. طبعا بشكر دكتور هشام. الحمد لله، يعني هو متابعني كل شوية وبيقول لي على أجي أطمن على عيني، وبيطمني الحمد لله. والحمد لله النتيجة أنا مطمنة جدا ومرتاحة دلوقتي من غير النضارة.